السلام عليكم أيها المتابعون الكرام. مرحبا بكم أيها السادة الكرام مع أخوكم سلاوي نيوز. فيديو جديد وموضوع جديد. موضوعنا سيقودنا مرة أخرى إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية. ولا شك أنكم تعلمون أن المكتب مقبل على ثورة في مجال تحديث أسطول القطارات. فكما تعلمون المملكة المغربية عازمة على اقتناء ما يقارب من 150 قطارا جديدا وحديثا، إضافة إلى 18 قطارا فائقة السرعة، والتي كما تعلمون فازت بها شركة ألستوم الفرنسية، والتي ستقدم لنا أحدث قطار الآن متواجد بالديار الفرنسية، ألا وهو ما يعرف بالو تي جي في ام. إذا أيها السادة الكرام، خلال الساعات الماضية ظهر الجديد، والجديد هذه المرة يهم إقصاء شركتين من السباق. فكما تعلمون هناك، إذا لم تخن الذاكرة، حوالي 5 شركات تتسابق على هذه الصفقة أو هذه الكعكة. المكتب الوطني للسكك الحديدية بعدما كما نقول كانت له جلسات، وكما سبق وأشرنا إلى ذلك في العديد من الفيديوهات، جلسات مع كل شركة لرؤية كل كبيرة وصغيرة معها والتدقيق في كل الأمور. المكتب يعلن إقصاء شركتين من هذا السباق. إذن إليكم التفاصيل أيها السادة. إذن قرر المكتب الوطني للسكك الحديدية استبعاد شركة طالغو الإسبانية من المنافسة، وكذلك شركة ألستوم الفرنسية، التي كما تعلمون فازت بصفقة توريد وتزويد المغرب بالقطارات الفائقة السرعة. كذلك تمت عملية استبعاد الشركة الصينية CRRC، والتي كانت تود أن تزود المغرب بقطارات الضواحي أو ما يعرف بالإير وقطارات المسافات الطويلة. وبذلك يكون المكتب الوطني للسكك الحديدية قد قلص عدد الشركات المتنافسة على الصفقة إلى 2 فقط، ألا وهما كاف الإسبانية وهيونداي الكوريا الجنوبية. الصفقة التي يطرحها المكتب الوطني للسكك الحديدية تقدر تكلفتها بحوالي 1.8 مليار يورو، وتشمل 168 قطارا. وإلى جانب توريد هذه القطارات تتضمن الصفقة عقد صيانة يمتد لمدة 20 سنة. ويجب الإشارة إلى أن شركة هيونداي روتيوم كانت قد أعلنت عن نيتها في إنشاء مصنع للقطارات في المغرب ونقل التكنولوجيا إلى المملكة. ومن المتوقع أن يكشف المكتب الوطني للسكك الحديدية قريبا عن المواصفات النهائية للصفقة، تمهيدا لإطلاق دعوة رسمية لتقديم العروض الشهر المقبل. إذن أيها السادة الكرام، دائما أقول وأكررها، المكتب الوطني للسكك الحديدية يعيش على واقع ثورة حقيقية. البعض يريد أن يجني النتائج غدا أو بعد غد، ولكن أقول لكم أيها السادة الكرام، النتائج لن يتم جنيها إلا عندما نكون قد اقتربنا من نهائيات كأس العالم، بمعنى ربما 2027 2028 هنا سنبدأ في جني النتائج. أما أن تجني النتائج سنة 2025 أو سنة 2026 فهذا ضرب من الخيال، لأنه كما تعلمون القطارات حسب ما يتم نشره وتداوله ستبدأ عملية تسليمها انطلاقا من سنة 2027. ولا ننسى، فكما تعلمون مثلا شيء بسيط، البرنامج الذي أتت به وزارة الداخلية في تحديث واقتناء حافلات جديدة للعديد من مدن المملكة المغربية، البرنامج سيطبق ما بين 2025 و 2029. هذه فقط حافلات، أما نحن هنا فنتحدث عن قطارات أيها السادة الكرام. إذن دائما وأبدا أعيدها وأكررها، القادم أفضل بإذن المولى عز وجل. وهذه المشاريع التي ترونها هي دائما تأتي في إطار برنامج
2040. إذن أيها السادة الكرام، دائما وأبدا كما تعودتم منا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم ارحم الشهداء، اللهم احفظ دولتنا وشعبنا وملكنا من كل سوء ومن كل شر. كان معكم أخوكم سلاوي نيوز من المملكة المغربية الشريفة. تحياتي لكم.